عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده هنمقارنة بين 2 مسكرة من مسكرات ام الاتنين ب40 جنيه، الاتنين من شركة واحدة، الاتنين من اشهر المسكرات اللي موجودة واللي عاملة مبيعات كمان في ام. تفتكروا ايه هي المسكرة دي والمسكرة دي اللي انا حطهم، وايه هي اكتر مسكرة فيهم عجبتني؟ كملوا معايا الفيديو. زي بقى ما شفتوا في المقدمة، النهارده هنعمل مقارنة بين اشهر 2 مسكرتين من ام. المسكرة دي والمسكرة دي بلا استثناء الاتنين ب40 جنيه، والاتنين انواع من ام والاتنين من اشهر انواعها كمان. انا جبت الاتنين ودلوقتي هنجربهم، دي على النص ده ودي على النص ده، ونعرف مين انهي واحدة فيهم الاحلى. الاتنين نفس الحاجة ب40 و40 وتربروف وتربروف، فتعالوا كده نجربوا الاتنين ونشوف مين انهي فيهم الاحسن. مش مكتوب على دي حاجة خالص غير ام جنريشن 2. تعالوا نجربوها على النص ده زي ما قلت لكم. بصوا اول حاجه الفرشه بتاعتها، لا حلوه قوي. بصوا اصلا هو الديزاين بتاعها ذهبي كده، شكله حلو قوي، فراشات وبتاع، لا يعني صارفين في الباكج. تعالوا بقى يا رب يبقوا صارفين في المنتج اللي جوه ويبقى شكلها على العين حلو. بسم الله. بصوا مش عارفه انتم ملاحظين ولا لا، وانا ابتديت احط كده الماسكارا على الرموش، تحسوا كده ان الليكود بتاعها ناشف قوي، بتتحط بتقل كده شويه عشان هي ناشفه شويه. اول حاجه هي مش من النوع السايله قوي، لا بالعكس ماسكه نفسها، والمنتج بتاعها اللي هو تحسوه فحمي شويه كده، يعني هي مش ووتر بروف خالص، هي هتلاقوها فحميه. هي في الخط سهله قوي، والفرشه بتاعتها الصراحه جامده. المنتج حلو ولكن عيبي عليه ان انا حاسه ناشف، مش عارفه هي العيب دي من اللي معايا ولا ايه، بس انا حاسه ناشف في الخط. ولكن بصوا كده وانا بصفه من كوت واحده. انا مش عارفه يعني، حاسه انه هي حلوه ليوميه، لكن في ماسكارات من ام روعه وبتتحط في المناسبات والسواري بتبقى جامده يعني. فانا حاسه ان هي يوميه، هي حلوه قوي بس يوميه، للكليه للنزولات السريعه، حاجه من تحت البيت كده. لكن مناسبات وهروح، حاسه ان هي لا، مش هتديني كده ده اللي انا عاوزاه. لو في رموش انا حاسه ان هي بس مجرد بس اديتني لون لرموشي بس. ممكن كمان الايلاينر يبقى ظالمها شويه، زي ما قلت لكم ممكن الايلاينر برضو يبقى ظالمها شويه. تعالوا نجربوا الماسكارا التانية من ام اللي هي الفائض دي، ونشوف المقارنه دي مين هيكسب. الاتنين ب40 جنيه، الاتنين من نفس الشركه، ولكن مين الاحلى. دي تاني ماسكارا من ام اللي هي لونها فضي في اورنج كده. الماسكارا دي تعالوا نشوف فرشتها ايه من جوه. الفرشه دي اتخن من الفرشه اللي فاتت واعرض كمان. المنتج اللي عليها سايل، مش ماسك نفسه قوي او مش جامد زي الليكويد اللي في الفرشه اللي فاتت. فتعالوا نشوف برضو شكلها على العيون عامل ازاي. مش عارفه انتوا واخدين بالكم ولا لا، بس دي من اول مره انا انصدمت. بصوا عملت ايه، انتوا شايفين اللي حصل؟ انا لسه ما كملتش. بصوا شايفين اللي حصل ده؟ سهله جدا بجد في الاستخدام، والفرشه بتاعتها كانت جميله مع اني كنت خايفه منها. جماعه باين الفرق جدا. تعالوا بس نكمل ونحط رموش اللي تحت ونشوف الكلام ده جاي فينا على فين. انا حاطه كونسيلر، فانا خايفه شويه على الماسكارا تيجي، لان هو زي ما قلت لكم سايل قوي من اللي حصل فوق. بس بصوا طبعا باين فرق يعني واضح قوي بين الماسكارتين. الماسكارا دي ادتني طول، ما ادتنيش كثافه قوي، انا مش حاسه بكثافه، لكن ادتني طول انا ملاحظاه جدا، وادتني كمان سواد رهيب. دي تنفع للسواريه وللمناسبات، جامده جدا. انا كمان عايزه استنى لما ينشف عشان اقول لكم ايه رايهم فيهم، لسه دي فحمي ولا هتقلب ووتر بروف ولا ايه. لكن دي طالما هي سايل قوي كده، يبقى ده هيقلب ووتر بروف على طول. انا دي اتوهمت بيها. تعالوا احط لكم الاثنين كده وشوفوا. طبعا واضح، بصوا وبصوا واضح الفرق. طبعا دي عجبتني، من نفس الشركة ومن نفس السعر، سواد
اكبر، ما كثفتش لكن طولت. الرموش حاساها شكلها احسن، ما كلكعتش، مش ناشفه، الليكويد بتاعها مش ناشف. ولكن انا كانت عاجباني دي قوي ان الفرشه بتاعتها كانت رفيعه وكنت عارفه اتحكم فيها. على الحاجتين. بصوا اصلا الرموش برضو السفليه ليها يعني ليها لون، هنا ملهاش لون خالص. بصوا حاسه ان انا هنا شايفه سواد، انا شايفه سواد الرموش، لكن هنا لا، انا حاسه ان انا بصوا من بعيد كده انا مش شايفه حاجه. لا انا لو هشتري حاجه من الاتنين وقدامي الاتنين دول في السوق انا اكيد هشتري دي. كده الفيديو المقارنه بين مسكرتين او بين اشهر مسكرتين في ان خلص. يا رب الفيديو يبقى عجبكم، ما تنسوش تنزلوا تقولوا لي ايه رايكم تحت وانهي مسكره فيهم عجبتكم، وتعملوا لي لايك وسبسكرايب في القناه، وتقولوا لي كمان كومنت حلو. يلا باي باي.